جلسات الكوتشنج بقت غاليه جدا، بس خلينا نقول ان هي مفيده طبعا. فلو اضطريت في وقت من الاوقات انك تاخد جلسه كوتشنج، تعال اقول لكم على 7 نصايح هتساعدك جدا انك تطلع باقصى استفاده من جلسات الكوتشنج اللي هتعملها. نصيحه رقم 1، سؤال مهم جدا تساله لنفسك: هو انت بجد محتاج تروح لكوتش؟ ناس كتير قوي على عكس الشائع بتستسهل انها تروح للكوتشز، كل ما يمر بمشكله او كل ما يمر بتحدي بيروح لكوتش. احيانا ده بيكون مفيد، ولكن اوقات كتير جدا بنلاقي ان الناس ما كانتش بس محتاجه اكتر من انها تاخد خطوه او تاخد قرار في الحاجه اللي هم بيفكروا فيها، وان هم فعليا ما كانوش محتاجين كوتش ولا حاجه. فلو لقيت نفسك بقالك كتير بتحاول في اتجاه معين او بتحاول تنفذ قرار معين وفشلت باكتر من طريقه، ساعتها الكوتش هيكون قرار مناسب. فافكرك تاني قبل ما تروح لكوتش، اسال نفسك: هو انت بجد محتاج الكوتش؟ السؤال التاني: هو انت عايز تطلع بايه من جلسه الكوتشنج؟ اهم سؤال هيساله لك اي كوتش في بدايه الجلسه: هو انت عايز تطلع بايه من الجلسه دي؟ فلو انت بتفكر صح وعايز تستثمر في الفلوس اللي انت دفعتها في الجلسه، ما تفكر في اجابه السؤال ده قبل ما تدخل الجلسه. حدد حاجه واحده بس انت عايز تطلع بيها من الجلسه، لان اوقات كتير بيجي لنا عملاء بتبقى عايزه تحل اكتر من حاجه، ما انت دافع بقى، فعايز تبقى بتخلص كل المشاكل بتاعتك في جلسه واحده. ركز على اتجاه واحد يساعدك ويساعد الكوتش انك تنهيه، وخلي نفسك منفتح على اي حاجه هتحصل جوه الجلسه، ما تعرفش توديك فين. النصيحه الثالثه: ما تحكيش كل التفاصيل. الكوتش مش مطلوب منه انه يعرف كل تاريخ حياتك عشان يساعدك. انت مش محتاج اكتر من انك تكلمه عن التحدي اللي انت بتواجهه دلوقتي او الخطوه اللي انت عايز توصل لها دلوقتي، وهو بخبرته وباسئلته هيساعدك بس تتكلم عن التفاصيل اللي تخص مشكلتك الحاليه او تخص التحدي اللي انت عايز توصل له دلوقتي. فوانت بتبتدي مع كوتش، ما تضيعش وقت الجلسه في انك تحكي كل التفاصيل اللي انت ممكن اصلا ما تكونش محتاج اكتر من نصها. نصيحه رقم 4: ممكن لو سمحت ما تتقمصش شخصيه المفتش كرومبو اثناء جلسه الكوتشنج. كتير جدا من الناس اللي بتدخل جلسات الكوتشنج، بالذات لو دافع بقى رقم كبير، فيبقى قاعد بقى بيحلل اداء الكوتش ويشوف هو بيعمل ايه ويتصرف معايا ازاي وسألني السؤال ده ليه وغرضه ايه من ورا الكلام ده. هيشتتك جدا، هيخليك مش مركز خالص، في حين ان جلسه الكوتشنج اصلا الهدف الاساسي منها ان انت اللي تفكر وان انت اللي تحاول تطلع باضاءه او تطلع بفكره جديده او حاجه جديده تساعدك في التحدي اللي انت جاي تتكلم فيه. فلو انت سبت ده وركزت مع اداء الكوتش، للاسف هيضيع عليك الفلوس اللي انت دفعتها مهما كانت قليله. النصيحه الخامسه شبه اللي فاتت، بس المره دي بالعكس بقى. بدل ما تقرر تتقمص شخصيه المفتش كرومبو مع الكوتش، هتعملها عن نفسك. فتبدا جوه عقلك تقعد تسال نفسك بقى: انا دفعت فلوس كتير قوي، هي لحظه التنوير دي جايه امتى؟ هو انا امتى حياتي هتتغير؟ هي الجلسه دي بجد هتساعدني ولا انا اتضحك عليا؟ كل الاسئله دي مش هتفيدك باي حاجه، بالعكس برضه هتشتتك وبرضه هتخليك مش يقظ ومش مركز في الاسئله اللي بتتسال لك من الكوتش عشان تساعدك انك تكتشف بيها حاجات جوه عقلك. فافتكر وانت جوه جلسه الكوتشنج سيب نفسك، بس المره دي مش الميه هترفعك، الكوتشنج هيساعدك. النصيحه السادسه عشان تطلع باقصى استفاده من جلسه الكوتشنج، طالما كده كده دفعت، الكوتش مش المنقذ بتاعك. خلينا نتفق ان المسؤوليه مشتركه ما بينكم في جلسه الكوتشنج. على قد ما الكوتش مهم ان هو يكون كويس وشاطر، على قد ما انت كمان مهم جدا تكون كوتشي شاطر او كلاينت شاطر. بالعكس، يمكن اكتر من 90% من المسؤوليه واقعه عليك. المسؤوليه هنا من اول دخولك السيشن، من اول تركيزك مع الكوتش واسئلته، من اول انك تبعد التشتيت عن دماغك بالنصايح اللي احنا قلناها قبل كده، وصولا كمان حتى بانك تطبق التاسكات او الاكسرسايزز اللي هيطلبها منك الكوتش تعملها عشان تساعدك. فكر كده، لو انت ما عملتش كل الحاجات دي ازاي هتطلع بنتيجه؟ وفي الاخر تقول للكوتش ما ساعدنيش، وفي الاخر تكون الفلوس دي ضاعت عليك. عشان تطلع باقصى استفاده مهم جدا تفتكر ان انت المسؤول عن نجاح الجلسه دي. النصيحه السابعه والاخيره، عندي ليك خبر مش حلو: جلسه الكوتشنج مش هتغير حياتك، اللي هتعمله بعد الجلسه هو اللي هيغير حياتك. كتير جدا من الناس بيعتقد اثناء الجلسه بيبقى قاعد بيفكر: انا دلوقتي حياتي ما اتغيرتش ليه؟ ماشي، طلعنا بفكره كويسه، استكشفت حاجات عن دماغي، بس انا مش حاسس بحاجه، انا مش حاسس ان انا انبهرت ومش حاسس ان انا حياتي اتشقلبت. المفاجاه حياتك مش هتتشقلب اثناء جلسه الكوتشنج. حياتك ممكن تتشقلب بعد ما تخلص جلسه الكوتشنج وتبدا تراجع مع نفسك الافكار والانسايتس اللي انت طلعت بيها من الجلسه، تبدا تطبق الاكسرسايزز، تبدا تتابع افكارك ومعتقداتك ومشاعرك خلال الفتره اللي بعد الجلسه. هو ده بالظبط اللي هيساهم في مراحل التطور بتاعتك في حياتك بعد كده، مش بس الجلسه اللي انت عملتها. فالجلسه مش هتشقلب حياتك، انت اللي هتشقلب حياتك. في النهايه، وعلى الرغم اني كوتش، الا اني مش دايما بنصح الناس انها تروح لكوتشنج، او ما يبقاش ده دايما الاختيار الاولاني بالنسبه لك. الكوتشنج اداه، وسيله، طريقه انت ممكن بيها توصل اللي انت عايزه، او انك توصل بيها انك تتغلب على المشاكل والتحديات اللي عندك. لكن في النهايه المسؤوليه اغلبها واقع على حضرتك. ورغم ايماني الشديد بان الكوتشنج ينفع لاغلب الناس، الا اني برضو مش هطلب من كل الناس انها تعمل كوتشنج الا لو رجعت ال7 نصايح اللي احنا قلناهم عشان تطلع باقصى استفاده ممكنه من الفلوس اللي دفعوها في الجلسه.